شرائح الشوفان من الحاجات الحلوة جدا للدايت وفي نفس الوقت مشبعة. ممكن اخدها كوجبة للفطار او وجبة للعشاء، سهلة وبسيطة. هتقدري تعمليها وتشيلها في علبة لوقت ما انت تحتاجيها. كمان ان هي غنية بالالياف لان فيها الشوفان، وكمان انا ضفت لها بعض المكونات هتزود قيمة الالياف فيها، وهتخلينا نحس بالشبع لفترة اطول. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة ان انا بجيب كوبايتين من الشوفان منخولين ومطحونين. ضفت عليهم التوابل الحارقة زي الكمون، البابريكا، الكزبرة الناشفة، وضفت كمان شوية من الكمون، وعندي الجنزبيل والقرفة، وضفت كمان الكركم وشوية من الفلفل الأسود، عشان احنا عارفين الفلفل الأسود مع الكركم بيخرج لنا مادة الكركمين، وهي مادة بتحتوي على مضادات الأكسدة، مفيدة جدا لجسمنا. بضيف معلقة من الخميرة الفورية، معلقة من العسل صغيرة جدا عشان تشتغل الخميرة، ودي عبارة عن كوباية إلا ربع من الترمس والحمص المسلوقين. بعد ما بنقعهم طبعا بسلقهم وبضيفهم وبطحنهم على العجينة، بضيف عليها شوية من زيت الزيتون، وبضيف المية تدريجي لحد ما تكون عندي عجينة زي ما انتوا شايفين كده، مش لينة ومش متماسكة قوي. ببدأ ان انا افردها على ورقة من الزبدة بنفس حجم الصينية اللي هبدأ احطها فيها. ما عملتش الحركة دي جوه الصينية نفسها، لان ممكن بعض الاطراف من العجينة تيجي على الصينية وتبدأ ان هي تتحرق. وبعد كده بضيف عليها شوية من السمسم، شوية من البابريكا، شوية من الزعتر، وشوية من حبة البركة. بدخل الصينية من تحت ورقة الزبدة لحد ما ورقة الزبدة كلها تبقى داخل الصينية بالمنظر ده، بطريقة سهلة وطريقة بسيطة جدا. بعد كده ما بدخلها كلها، ممكن ان انا بجيب السكينة وببدأ ان انا اقسمها الى مربعات، وابدأ بعد كده ادخلها في الرف الاوسط في درجة حرارة 180. بتطلع لي بالمنظر الجميل ده. ببدأ ان انا اقسمها واحطها في علبة لحين اللزوم. ممكن افطر بيها، اتعشى بيها مع بيضة مسلوقة، مع قطعة من الجبنة القريش، مع قطعة من جبن الشيدر او جبن المثلثات. بتكون جميلة جدا. وطبعا بقدم معاها الخضار زي الجرجير، الفلفل الحار، الحاجات اللي هي حارقة للدهون والمشبعة برضو في نفس الوقت، زي برضو الطماطم والخيار. هنقدم معاها طبق من الجبنة، هنعمله بطريقة سهلة من الجبنة القريش، بس هنزود لها إضافات. دي عبارة عن جبنة قريش أنا هرستها كويس جدا، ضفت عليها واحدة من جبن المثلثات عشان تبقى كريمية. ضفت عليها شوية من الزعتر، شوية من زيت الزيتون، شوية من الجرجير، وشوية من الفلفل الحار. وضفت عليها كمان شوية من الطماطم وشوية من اللبن عشان تبقى كريمية. بعد كده بضربها في محضرة الطعام، ببدأ أحطها واضيف عليها الجرجير او البقدونس وشويه من البابريكا. بقدمها مع الشرائح الجميله دي في الفطار او في العشاء او بيضه مسلوقه. واتمنى ان فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضا.